السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو مخصص لتقديم مباراة المغرب نيجيريا ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا 2025 في بلادنا. وفي هذا الفيديو غادي نعطيو معا تاريخ مواجهات بين المنتخبين في النهائيات الكان، ومسار المنتخب النيجيري في النسخة الحالية، أسلوب لاعبيه التكتيكي وأبرز لاعبيه، نقاط القوة والضعف التي يجب أن نركز عليها، والمفاتيح الأساسية للمباراة بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة. هدفنا أصدقائي أن يكون هذا العرض غنيا بالمعلومات دون الإطالة، فتابعونا حتى النهاية. أولا، تاريخ التنافس بين المغرب ونيجيريا في الكان. التقى المنتخبان 5 مرات في النهائيات كأس إفريقيا. 1976 فاز المغرب مرتين 3-1 و2-1 في دور المجموعات، والنهائي كان صغير. 1980 فازت نيجيريا 1-0 في نصف النهائي للتتويج بلقبها الأول. و2000 فازت نيجيريا 2-0 في دور المجموعات. و2004 فاز المغرب 1-0 بهدف يوسف حجي. الرصيد العام في الكان: المغرب 3 انتصارات، نيجيريا انتصاران. الأهداف المسجلة بينهما: للمغرب 6 ولنيجيريا 5. وإذا أخذنا بعين الاعتبار جميع المواجهات الرسمية بما فيها التصفيات الكان، أولمبياد وغيرها، فقد التقيا 18 مرة. فاز المغرب 8 مرات، فازت نيجيريا 6 مرات، تعادل 4 مرات، والأهداف كانت متساوية 19 لكل منتخب. ورغم التوازن في الأرقام، إلا أن التفوق التاريخي يميل قليلا لصالح المنتخب المغربي، خصوصا في المحافل الكبرى، ونأمل أن يستمر هذا التفوق غدا بإذن الله. وثانيا، أسلوب اللعب المنتخب النيجيري تحت قيادة إيريك سيكوشيال. المدرب المالي إيريك سيكوشيال يعتمد بشكل رئيسي على التشكيلة 4-3-1-2 مع هيكل دايموند في الوسط، رغم أنه استخدم 4-4-2 أمام منتخبات مثل تنزانيا وأوغندا. ولكن في مواجهات الحاسمة تونس، موزمبيق، الجزائر، ثبت على دايموند. والحراسة مادوكا أوجيكوي، والدفاع كالفن باسي، ستانلي أجايي، ويلفريد إنديدي الموقوف، أونيكا البديل، ساي سيلفا، أوتشي وسط دفاعي، فرانك أونيكا، أليكس إيوبي رقم 17 صانع الألعاب. والهجوم أديمولا لقمان، فيكتور أوسيمين، أكور أدميز. وهنا كاين ملاحظة مهمة: ويلفريد إنديدي موقوف بسبب تراكم الإنذارات، وسيعوض بفرانك أونيكا لاعب كلوب بروج البلجيكي الذي سجل هدفين ضد أوغندا. وثالثا، نقاط القوة في المنتخب النيجيري. الخط الهجوم الناري سجل 14 هدفا في 5 مباريات، أقوى خط هجوم في البطولة، وسجل منهم أوسيمين 4 أهداف زائد تمريرتين حاسمتين، وسجل لقمان 3 أهداف زائد 4 تمريرات، شارك في 7 أهداف. أدمز هدفين زائد تمريرتين. والسيطرة وسط الملعب عبر الثنائي أونيكا إنديدي، والآن أونيكا، مع وجود أليكس إيوبي كصانع ألعاب متميز، 53 تمريرة في الثلث الأخير، يعني 15 فرصة سانحة. وفي التحولات السريعة ينتقل من الدفاع إلى الهجوم في ثوان معدودة، مستفيدا من السرعة والقوة البدنية. الضغط العالي يخنق الخصم في منتصف ملعبه ويجبره على الأخطاء، كما فعل مع الجزائر وتونس.
والضربات الثابتة سجل هدفين من ركنيتين وخطير جدا في الكرات العرضية والكرات المرتدة الثانية. والخبرة القارية 26 لاعبا محترفا في أوروبا، الأكثر بين جميع المنتخبات في المربع الذهبي. ورابعا، النقاط الضعف التي يجب استغلالها. المساحات خلف الأظهرة. الأظهرة مثل ساي سيلفا وأوتشي نوتشي يتقدمون كثيرا هجوميا، مما يترك دائما فراغات خلفهم، وهذه الفراغات مثالية لاستغلالها عبر الهجمات المرتدة أو التمريرات الطويلة خلف الدفاع. والبطء المدافعين في التغطية العكسية. أجايي وباسي قويان جسديا لكنهم بطيئين في التعامل مع الكرات العميقة والتحركات الذكية بدون كرة، والاعتماد الزائد على أوسيمين. إذا عزل أوسيمين كما فعل المغرب مع مبومبا مع الكاميرون، يفقد نيجيريا الحلول داخل منطقة الجزاء، صعوبة الخروج بالكرة تحت الضغط، لا يجدون بناء الهجمات من الخلف تحت الضغط المنظم. والضغط الجماعي كما فعلنا ضد الكاميرون سيفقدهم الكرة بسهولة. تراجع التركيز دائما في الدقائق الأخيرة بالنسبة لنيجيريا. من أصل 4 أهداف اللي دخلت مرماهم في الدور المجموعات، 3 أهداف سجلت في آخر 15 دقيقة، ولأسباب التراجع البدني، سوء التمركز، وضعف في التعامل مع العرضيات. والجهة اليسرى من منظورهم هذه الجهة التي يغطيها الظهير الأيمن زائد جناح أيمن، شهدت معظم أهداف ضدهم. زلزولي، دياس، سيباري يجب أن يركزوا هجومهم منها. والخلاصة السريعة قبل هذه المباراة: نيجيريا منتخب قوي منظم وخطير جدا، لكنه ليس منيعا. مفتاح سيكون في الضغط الجماعي المنظم، استغلال العمق والفراغات خلف الأظهرة، وعزل أوسيمين ومنع التمريرات العرضية له. استفادة من الدقائق الأخيرة عبر العرضيات والضربات الثابتة، اللعب بسرعة والذكاء على الأطراف، زلزولي، دياس، حكيمي وآخرون. يعني منتخب نيجيريا دفاعيا غير منظم، هجوميا كنعرفوا أوسيمين ولقمان هما المفتاحان للهجوم، هجومهم سريع. لو عرفنا كيفاش نتحكموا في هاد اللاعبين خصوصا أوسيمين، نفرضوا عليه الضغط والرقابة اللصيقة بحال اللي عملنا في المباراة ديال الكاميرون، خصوصا مع مزراوي ومبوبا، غادي نشلوا الحركة ديالو، وما غاديش ما يكونش عنده مساحات باش يدخل العمق ويسجل اهداف. وحنا كنعرفوا الخطه اللي لعبنا فيها ضد الكاميرون هي الخطه الفعاله بحال هاد المباريات باش تسد كل المنافذ على الخصم. وهذا ان شاء الله هو اللي غادي يحصل. حنا كنعرفوا مدرب وليد الركراكي دائما كيلعب بالفريق اللي كيفوز، وحنا كنشوفوا اخر تشكيله كانت هي التشكيله الافضل في المباريات اللي دازت. وحنا كنناقشوا وكنعطيو بعض النقاط الضعف والقوه، وهذا الشيء كامل حنا ماشي يعني كنوجهوا للركراكي شنو خصو يدير. الركراكي عارف شنو خصو يدير، واللعابه عارفين اللي عليهم وعارف شنو خصو يكون في هذه المقابله. حنا اللي علينا هو كنتمناو لهم التوفيق ان شاء الله في هذه المباراه، وان شاء الله حنا كنا معهم، يعني كنساندوهم معهم بقوه بحراره بحب بكل شيء. حنا معهم حتى الاخر وغادي يفوزوا بهذه المباراه ان شاء الله. حنا ثقتنا فيهم كبيره وكنفتخروا بهم وان شاء الله موفقين. خوتي لا تنسوا دعمنا بلايك، الاشتراك والمشاركه، وغدا ان شاء الله غادي يكون لنا لقاء بعد المباراه وبعد الفوز ان شاء الله والتاهل الى النهائي، ليكون نهائي تاريخي ان شاء الله
بتتويجنا بالكأس المنتظرة منذ 50 سنة، وتكون هذه هي الانطلاقة الأساسية والانطلاقة للأكبر تظاهرات اللي هي كأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك بحول الله. بالتوفيق، وإحنا معكم إلى الآخر. مع السلامة، وديما مغرب. السلام عليكم.